السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب اخواتي. بنسمي بسم الله، وليه بالغالي نشتريه لما احنا نقدر نعمله وانضف من اللي بره مليون مرة. هنشوف مع بعض. ودي القدرة بتاعتنا والفول بتاعنا، الفول المصري بتاعنا الجميل ده. غسلته كم مرة، وعاوزة تنقعيه من قبلها نقعيه. انا مش شرط ان انا انقعه، انا بعمله على طول. والسر بقى معانا في شوية الفول المدشوش دول وشوية العدس دول. وفي تكات تانية وحركات تانية هقولكوا عليها، بس مش هنسبق الأحداث. ومع بعض خطوة خطوة هنفرغ الفول في القدرة بتاعتنا الجميلة دي، وهنفرغ الفول ونرجع مع بعض ونقول ونسمي بسم الله، ونشوف كده ايه التكات وايه الحركات. ولو اتبعت الطريقة مش هتبطلي تعمليه، ومش هتشتري من بره تاني اي فول. هتقولي طب ليه ما انا اقوم واعمل زي ما اخت هدى عملت؟ ايه الفول الجميل ده؟ وهنشوف مع بعض ان شاء الله. بس ما تنسونيش باللايك، بالله عليكم ما تنسوني باللايك لو كنت حتى وصلتوا لحد كده. ومع بعض واحدة واحدة ونشوف ونسمي بسم الله. بس افرغ الفول لان انا بصور بايد او ماسكه الكاميرا بايد وبعمل بالايد التانية، فمش هينفع. فانا هفرغ ومش هخبي عليكم اي حاجه بعملها، بالعكس كل الاسرار. وانه يطلع فول لذيذ، فول طعم، فول كده زبده. هقول لكم على كل حاجه واحده واحده معايا، ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي بسم الله. وزي ما احنا شايفين حطينا الفول في القدرة زي ما احنا شايفين. اهم حاجة الفول ما يتحطش لغاية هنا، تمام؟ لان احنا هنكمل المية لغاية هنا، فيجب الفول لو مستواه لغاية هنا هنكمل المية القيمة دي. تمام، هنكمل المية القيمة دي لو الفول لغاية هنا. لكن انا الفول بتاعي لغاية هنا، فكده اوكي تمام علشان يستوي براحته. ونشوف ايه اللي هنعمله وايه اللي هنضيفه له. هنحط شوية العدس زي ما انتوا شفتوا اهوت، شوية العدس وشوية الفول. انا بس هعمل قدامكم ابقى انزل اللي باقي في الاطباق علشان بس الكاميرا، وان انا ماسكاها بايد واحدة زي ما انتوا شايفين. تمام، مفيش اكتر من كده. وهنضيف عليه المية بتاعتنا. محتاجين مية لسه هوريكم، بس علشان الكاميرا بس بايد وبايدي التانية شغالة، فاحنا اهو مع بعض ونشوف احلى فول ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الفول في القدرة والمية لغاية الحز اللي هنا اهوت. وهنعمل ايه؟ هنقلها. بس طبعا مش هعرف اشتغل بايد واحدة، هنوقف بس الفيديو. حطيناها على النار زي ما احنا شايفين. تمام، وهنسيبها على النار كده. التركة التانية ان الفول طبعا بيشرب المية، فما يجبش ان انت تزوديه بمية ساقعة. فانا بدل ما اغطيه بغطاها، انا عندي الكسرولة دي، فانا هحطها كده مليانة مية منها تسخن، ومنها ابقى ازود منها الفول. يعني بدل ما اغطي بغطاها ده، انا حطيت دي مليانة مية وقافله البوز بتاعها بيها كده انها تسخن من البخار. في نفس الوقت لما عوز ميه هكمل بيها. ومع بعض لغايه كده تمام. قولوا تمام يا احلى ناس، بحبكم في الله. ان شاء الله هتشوفوا احلى فول والله. زي ما احنا شايفين كده الفول وجماله. شايفين الميه جميله ونقيه ازاي. هنيجي بقى للتكه اللي احنا بنتكلم عليها. شوفوا الفول بقى زي الزبده ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله. كده خلاص يعني التكه الاخيره. بس يا رب اعرف اصور، لان المشكله ان انا ماسكه بايد. هقول لكم التكه هي ايه وهضيفها بقى وانا قافله التليفون، وهرجع افتحه تاني. او هوقف التليفون بمعنى اصح وارجع افتحه تاني، لان المشكله ان انا بصور بايد زي ما انتم شايفين وماسكه بايد. شايفين جمال الميه؟ شوفوا غسيل الفول كويس بيخلي الميه نقيه، بيخليها بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الفول زبده، الفول زبده. فان شاء الله ان شاء الله نشوف التكه اللي بتكلم عليها ومع بعضنا. بالله عليكم ما تنسوا اللايك، ما تنسوش ان انتوا تشجعوني وتدوسوا لايك. دوسوا لايك بالله عليكم، بحبكم في الله. تشجيعكم ليا هو ودعمكم ليا هو اللايك. فربنا يا رب ما يحرمكم من نور عينكم، ويبارك فيكم ويديكم ويرضيكم زي ما انتوا هترضوني ان شاء الله. معاكم ونشوف التكه مع بعض. فين زي ما احنا شايفين هنجيب كيس صلصه، او لو عندك صلصه
تمام. زي ما انتوا شايفين انا بصور بايد واحده فسامحوني. طب ثواني كده لو عرفت احط الكاميرا. هنفرغ الصلصه. هو ده بقى التكه اللي احنا بنتكلم عليها. عندنا معلقه نشا بس مش كتير يعني، بصوا حاجه بسيطه اهي، وهنحطها على الصلصه ونضربها مع بعضها كويس. طبعا التصوير والطبق بيتحرك مش عارفه اعمل ازاي، فسامحوني بالله عليكم، ويا ريت تشجعوني، يا ريت يا ريت يا ريت باللايك بتاعكم. هو ده الدعم اللي انا بطلبه منكم. بحبكم في الله، بحبكم في الله. هقلبها وهضيفها، بس هو ده المكون او هي دي التكه اللي انا بنتكلم عليها. هضيفها على قدرة الفول، وشوفوا بقى السمك، وشوفوا اللون، وشوفوا جمال الفول. ان شاء الله ان شاء الله بجد اللي هيعتمد الطريقه دي مش هيبطلها. واحلى فول هيطلع زي الزبده معاكي، واحلى من بره، واحلى من اللي احنا بنشتريه. وشويه قد كده، اهم حاجه ب10 جنيه. طب ليه احنا نجيب مثلا كيلو فول او نص كيلو فول؟ ممكن يقعدنا رمضان كله. فربنا يا رب يرضينا ويرضيكم الخير. ومعاكم بس احط الخلطه اللي انتوا شايفينها دي، عشان مش هعرف امسك التليفون او اشوف الحامل بقى اجيبه عليه. ومعاكم اهوت واحده واحده. والسر في النكهه والتكه الاخيره دي، يعني النكهه والسر في التكه الاخيره دي. لكم شويه فول كده، عامله لكم شويه فول كده زبده.